يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل حبايبي واخواتي، كل اللي بيسمعوني دلوقتي. ربنا يسعد يومكم يا حبايبي ويسعد ايامكم ويسعد حياتكم كلها يا رب. كل سنة وانتم طيبين. احنا دخلنا على جو الشتاء دلوقتي وايه، وكلنا عافانا وعافاكم الله. البرد والكحة واللي انتوا عارفينه ده كله ايه، تغييرات الجو. فاحنا عايزين حاجات دلوقتي تتسلك معانا وترفع معانا المناعة. شفانا وشفاكم الله. النهاردة هنعملكم ايه، شوربة النابت من تنبيتها لحد ما اخليها لكم شوربة بإذن الله. تابعوا معايا الفيديو، صلوا على النبي ووحدوا الله. النهارده انا جبت نص كيلو من الفول النابت. الفول اللي على من اللي انتوا شايفينه ده فوله حلوه جدا، او من عند اي عطار يجيبوا بس الفوله ايه، العريضه. انا في اول فيديو غسلتها وخليتها يوم بايته، ليله بايته في الميه، هي ومتنقعه في الميه. خليتها يوم، بعد كده جيت تاني يوم حميته يعني غسلته، وبعد دي خليته ايه ينبت بقى. تصفي منه الميه وتحط عليه القماشه اللي وريتها لكم تكون قط، وتسيبوه تسبحوه يوم بالليل وبالنهار، بالليل وبالنهار يومين. تلاقوه بالمنظر ده من غير ميه. مش هنحط فيه ميه غير ليله واحده بس اول يوم، هو عشان يبقى سريع التنبيت بس. وبعد كده يعني يوم بالليل ويوم بالنهار نشطفه ونصفي المية ونغطيه بالخلقة اللينة اللي من فوق دي. ينبت معاكم بالطريقة دي وبيكون سهل جدا، محدش يخاف من الوصفة ولا من الطريقة يا جماعة. جربوها على ضمانتي، وانا انتوا عارفين لما بقول لكم على اي حاجة. وبعد كده كنت غاسلة النابت وشطفته بقى بعد النبيتة بتاعته، واديكوا شفتوا المنظر بتاعه. وبعد كده نحضر الشوربة بتاعته. جبنا المية حطينا فيها بصلة، حطيت فيها فيفوزي، بتغير الطعم خالص الفيفوزة دي يا جماعة، بتديله طعم جميل. الشوربة حطيت لها فيفوزي، فص ثوم قطعوه حتت، مش عايزين ندجوه يعني، عايزين نقطعه حتت. ده هنحطه في الشوربة. كمون، فلفل أسمر، ورق لورو، لو عندك حط له ورقة لورو. كأني بتعاملي لحمة، بتعاملي فراخ، شوربة لحمة أو فراخ، بتعاملي النابت كأني كده. غلوتين تلاتة بتلاقيه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، بس بتكونوا مجهزينه. الملح يا ريت الملح نحطوه قبل السوا على طول. التركة دي محدش ينساها يا جماعة، لازم تحطوا الملح قبل السوا. يعني حطوا كل حاجة فيه قبل السوا. في ناس بتطشله بعد ما تتسوى كده، تطشيله. وفي ناس بتعمله زي ما انتوا شايفين، تطلع بسم الله ما شاء الله شوربة نابت ونابت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليها. ويعني وادعوا لي يا حبايبي ربنا يشفيكم ويعافيكم يا رب، وربنا يبارك ليكم، وبألف هنا وشفا مع ألف سلامة.